الرحمن الرحيم، عاملين ايه؟ حلقة جديدة. اتمنى ان شاء الله ان الحلقة دي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تشوفوا الحلقة لاخرها. حلقة النهاردة هنتكلم على ماتش الاهلي وفاركو بكرة، هنتكلم على تصريحات كهربا، هنتكلم على موضوع زيزو اللي انتشر امبارح قوي. فقبل اي حاجة عايزين كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنساش طبعا لو مش عامل اشتراك في القناة تشترك وتعمل لايك على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا تصريحات كهربا امبارح، هناخد التصريحات المهمة كده تخاطيف، يعني ايه، سريعا كده. اول حاجه كهربا بيتكلم ان هو موضوع ان هو بيقول لك لو اتكرر بيا الزمن ان انا احضر فرح اختي هحضره برضو. ان هو بعد ما حضر فرح اخته كولر جابه وقال له انت المهاجم رقم 3 عندي والكلام ده. انا متعاطف معاه في الحته ديت، اصل دي حاجه اسريه فالواحد مش هيقدر يتكلم فيها، فانا متعاطف معاه جدا في النقطه ديت وتمام، ما عنديش مشكله فيها. النقطه بقى اللي عندي مشكله فيها، قال لك انا ما بتمرنش جامد وما بشيلش اوزان كبيره او ما احمال تمرين كبيره عشان ما اتصابش. انا عشان اجيب فورمه لازم العب 6 ماتشات متواصلين يعني ورا بعض. طب انت الاهلي هيسيبك 6 ماتشات بتلعب؟ يعني احنا المفروض نستنى نسخر الفرقه كلها تخدم عليك مثلا 3 شهور ولا حاجه ولا شهرين عشان تجيب مستواك؟ ده مش موجود في العالم. انت بتبرر تاثيرك، انت التمرين ده لازم تمرين، ولازم تتاسس بدني، ولازم كل الكلام ده كله عشان تعرف تأدي في الماتشات. فانت بتبرر تاثيرك بحاجه غلط، حاجه مش صح. فانت لا، انت غلطان. انت المفروض تتمرن كويس عشان تأدي في الملعب كويس. مش تقول لي انا هلعب 6 ماتشات عشان اجيب مستوايا. ده مش في الكوره، ده مش في الكوره. مفيش فرقه هتستحملك 6 ماتشات الا بقى لو في ظرف ومفيش خلاص مهاجمين غيرك، فانت هتضطر ان انت تلعب. لكن انت صح، والاصول بتقول ان انت تتمرن كويس عشان تجيب فورمه عشان تقدر تلعب في الماتشات، عشان المدرب يقدر ان هو يخليك تلعب معاه ماتشات، يدخلك في اجواء الماتشات. لكن اللي انت بتقوله ده تأثير من عندك انت. كهربا بيتكلم ان في ماتش باتشوكا بعد الماتش خد 3 حبوب منوم متهيألي، وعشان يعرف ينام يعني ويبعد، وامام خد منه التليفون هو والشناوي ومسحوا له كل الابلكيشنز اللي عنده ومش عارف ايه. دي كوره، يعني دي كوره مش مستاهله كل ده، والناس كلها بتضيع، والناس كلها يعني مش مستاهله. يعني احنا في الدنيا ديت يعني. الكوره دي حاجه تافهه جدا. اه احنا بنتنرفز وبنتعصب وي 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 وي، لكن ما توصلش ان انا ممكن انهي حياتي عشان خاطر الكوره. فده لو هيثبت شيء هيثبت معلش ان انت عقليه في مشكله، انت عندك مشكله، انت يا كهربا انت نفسك عندك مشكله. مش حد تاني، انت اللي عامل المشاكل لنفسك. يعني انت اللي عامل المشاكل لنفسك، مش حد تاني. لان دي كوره خلاص، ضيعت عادي، بكره تكسب وتجيب جوان وتعمل وتتخطى الكلام ده كله. حتى ابراهيم قال له انت المفروض مريت بمشاكل وضغوط اكبر من كده بكتير تخليك ان انت ما تعملش كده. وقال لك طبيب الفريق ما كانش يعرف. فدي مصيبه، دي كارثه. دي كوره في الاول وفي الاخر، واللي انت بتعمله ده مش صح. ولا مثلا يعني يعني اكيد انت مش بتكذب، بس انت لو يعني انا ماشي انت عملت كده، فده مش هيستعطف برضو الجمهور في حته ان مثلا انا اقول اه ده عمل كده عشان انا عارف ان انت اكيد عايز تكسب. انت لو بتلعب ماتش خماسي عايز تكسب، وانا متاكد ان حاجه زي كده انت مش داخل قصدك تضيع البيلين، او انت مش قاصد تضيع الانفراد. انا متاكد من حاجه زي كده. تمام. بس خلاص ضاعت وخلصت. يوم تاني، يوم تاني يعني خلاص، يوم هيبقى ليك، يوم تاني هتكسب الفرقه والدنيا هتمشي فده لو هيثبت شيء هيثبت ان انت عندك مشكله. نرجع لنقطه كمان. قال لك انا كل المدربين في بقى في البدايه كويس معاهم، بعد كده بنبقى التعامل كويس، بعد كده مش عارف ايه. فده ما لفتش نظرك لحاجه؟ ان المشكله عندك انت. ما هو مش معقول الناس دي كلها غلط وانت بس اللي صح. انت الناس بتقول في البدايه بيبقوا كويسين معاك وانت كويس معاهم، بعد كده تقول لك انا ما بعرفش ايه اللي بيحصل. ايوه، ما هو دي لو حاجه تثبت ان المشكله عندك. مش معقول الناس كلها غلط وانت اللي صح. تمام. انت من كلامك انا شفت ان زي ما الناس بتقول ان انت طيب وكل حاجه، بس لا، انت عندك حته كده، في حته كده اللي هو الترس بتاعك، الترس ما بتعرفش تقفشه. انت الترس عندك مفوت، اللي هو انا عادي اي حاجه في اي حته في اي مفيش. معانا برضو تصريح تاني. قال لك ساعه الغرامه المليون جنيه ساعه السوبر المصري وترحيله ورجوعه لمصر، قال لك انا ما عملتش حاجه. انا شايف ان كان موضوع ترحيلي ده حاجه كبيره جدا، وانا كنت بتكلم مع الزملاء بتوعي في الفريق وقاعدين بنتكلم عادي، دخل كابتن محمد رمضان سمعنا واداني مليون جنيه ورحلنا لمصر. واللعيبه قعدت مع كابتن محمد رمضان 3 ساعات عشان تقنعه ان احنا يعني ما يترحلش، والعقوبه والكلام ده. كابتن محمد رمضان قال لهم عايزين العقوبه تقلل تبقى نص مليون تكسبوا البطوله. هو ده ذكاء من كابتن محمد رمضان.
بس انا بصراحه مش مصدق ان انت كنت قاعد بتتكلم ومليون جنيه ديت وترحيل، انت عملت كارثه، انت عامل كارثه. يستحيل تكون انت قاعد بتتكلم مع اللعيبه، لا انت عامل كارثه، انت في كارثه حصلت، تمام؟ هي دي اللي وصلت الموضوع لكده. لكن انا بصراحه الموضوع مش داخل عليا اللي هو حته احنا قاعدين بنتكلم ومش عارف ايه ان انا ما شاركتش ومش عارف ايه خدت مليون جنيه وترحيل. لا ده مش داخل عليا بصراحه. ما اشتريتهاش دي انا ما اشتريتهاش. دي انت عامل كارثه وما قلتش عليها. وماشي مصلحه، كويس انت ما قلتش عليها، بس انت عامل كارثه ومتداريه. تمام. حته ان بعد ماتش باتشوكا رقم متسرب من المرضى اللي انا هسميهم مرضى، والناس اللي دخلت كلمته مرضى، سواء جمهور اهلي جمهور زمالك، اي بني ادم دخل كلمه على الواتساب بعت له رساله شتمه بامه شتمه بوالده شتمه في حاجه في الاعراض، فده بني ادم مريض. يعني ده بني ادم عنده مشكله لازم يتعالج. انا مثلا، انا قاعد وانا قاعد بتفرج على اي ماتش، اي فرقه بتفرج عليها فرقه بحبها، بلعب بلاي ستيشن ولاعب ضيع كوره بشتمه يا دي يا ابن مش عارف ايه، اللي هو الطبيعي. كلنا كهربا ذات نفسه لو بيلعب بلاي ستيشن او بيحب فرقه في اوروبا وبيتفرج على الانفعالات دي. لكن معنى ذلك ان انا لو قابلت اللاعب ده هشتمه؟ يستحيل. لو معايا رقم اللاعب ده هبعت له رساله اشتمه؟ يستحيل. انا ممكن اطلع اقول لا اللاعب ده ما بيعرفش يلعب كوره، اللاعب ده مش عارف عمل ايه غلط مش عارف ايه، لكن اشتمه كده الموضوع صعب. بيني وبين نفسي وانا بتفرج ممكن، وارد جدا، وارد جدا اللي هو انا بتفرج انفعلت في كوره غصب عني لفظ طلع عادي. لكن بقى ان انا ابعت له على الواتس ولا مش عارف، يستحيل. فدي ناس مرضى، مفيش حاجه غير ان هم مرضى. هنيجي بقى لتاني موضوع معانا، يعني موضوع كهرباء لسه ليه جزء تاني هيبقى النهارده بالليل ان شاء الله، فممكن نصور حلقه بالليل او بكره ان شاء الله. فهو كموضوع كهرباء كده اتقفل. ففي موضوع تاني بقى، ماتش الاهلي وفاركو، وسام ابو علي مش في القايمه وكوكا مش في القايمه، ما عندناش الا مهاجم واحد في القايمه، سمير محمد. سمير محمد هو الوحيد اللي في القايمه. انا كويس، انا مبسوط ان انا اتفرج على سمير محمد 90 دقيقه، بس يا رب كولر ما يفتكسش حاجه. يعني انا متوقع ان ممكن بكره يلعب من غير راس حربه، يعني انا توقعي ممكن بكره يلعب من غير راس حربه، يلعب امام حر، راس حربه وهمي، مهاجم وهمي، اللي هو ما تفهمش مين راس حربه، ده اللي انا متوقعه بكره. خصوصا ان عمر كمال رجع، فممكن يبقى عمر كمال يلعب وينج والشحات يلعب وينج وقفشه تحتيهم وامام معاهم، ويلعب بقى مهاجم وهمي. حسين الشحات يخش شويه، امام شويه، قفشه شويه، عمر كمال شويه. ده انا متوقع ان كولر ممكن يعمل كده ويخلي سمير محمد كورقه ممكن يستخدمها الشوط التاني. هل هيعمل كده؟ الله اعلم، الله اعلم. لكن وسام ابو علي مش موجود، كوكا مش موجود بكره، عمر كمال رجع للقايمه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب بكره، لان المكسب هيفرق معانا جدا كمعنويات الفرقه لحد قبل ماتش بيراميدز، لما ربنا يكرم نكون جبنا صفقتين يسندوا معانا شويه في ماتش بيراميدز، وبعد كده نلحق قبل ما الانتقالات تخلص نجيب صفقتين ثلاثه كمان. فربنا يكرم بكره ان شاء الله ونكسب. انا متوقع ان احنا هنكسب ان شاء الله باذن الله يعني. مني اليومين دول توقعات صعبه للنادي الاهلي، لان انت مش عارف هو يبقى حلو ولا يبقى وحش، اللعيبه هتأدي ولا مش هتأدي. ادينا شفنا بنكسب بلوزداد 6 وبعد كده بنروح نخسر على ملعبهم 1 وبعد كده بنخسر على ملعبنا من اورنالدو 2. وفي تخبط، في حاجات انت مش فاهمها، شويه الاداء كويس شويه الاداء وحش، شويه في عك. فهنشوف بكره. كمان اللاعب الناشئ بلال عطيه الاهلي ضم، في اخبار طالعه ان الاهلي ضم بلال عطيه للقائمه الافريقيه. بلال عطيه اللي ما يعرفوش لاعب ناشئ في منتخب الشباب وفي النادي الاهلي، لاعب انا اتفرجت عليه، لاعب ممتاز جدا 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 جدا. ونادي اداره برشلونه كانت عايزاه يعمل فتره معايشه معاهم. اللاعب ده بيلعب وينج ليفت، اللاعب ده بيعرف يرقص واحد على واحد، ولو قدامه اتنين بيعرف يرقصهم، بيعرف يضم وبيعرف يشوط، بيعرف يخش في ال 18 يلعب بدماغه. وده اللي الوينجات عندنا افتقدناها بقالنا كتير من بعد ربنا يشفيه مؤمن زكريا، بيعرف يخش ال 18 والعرضيه بتتلعب يبقى مهاجم تاني ويلعب بدماغه. الحته دي احنا افتقدناها من بعد مؤمن زكريا، الله يا ربنا يشفيه يا رب. فاللاعب ده كويس، فحوار ان هو لو فعلا ان اتحط في اسمه اتحط في القائمه الافريقيه، فده يدل ان ممكن الاهلي مش هيطلعه فتره معايشه لبرشلونه. ودي حاجه انا مش حاببها جدا، يعني انا حابب ان لاعب زي ده وجاي له فرصه زي دي طلع، ولسه لاعب سنه صغير 16 17 سنه، فطلعه ياخد فرصه ويشوف الدنيا، يمكن ربنا يكرمه ونشوف محمد صلاح جديد، مرموش جديد، نشوف لاعب كويس جديد. فانا كنت اتمنى الحته ديت يعني ان اللاعب يطلع. لكن هو الوضع الحالي ان شكل اللاعب باقي. طب لو اللاعب باقي ليه ما اتحطش في القائمه بتاعت فاركو؟ الله اعلم. فلسه الايام الجايه هنشوف فيها ايه.
اخر موضوع معانا موضوع زيزو. موضوع زيزو موضوع بقى شائك دلوقتي. تحس ان ابو زيزو وزيزو مش عايزين يجددوا للزمالك. مش معنى كده ان بقول لك هيجي الاهلي، يعني في حته برضه هجي لك فيها كمان شويه، مش معنى كده ان هم عايزين يجوا الاهلي، بس تحس ان هو عايز يمشي، هو مش عايز يجدد. هو كل يوم بيطلع عرض ويقول لك خلاص زيزو وافق ومش عارف ايه، بعد كده الموضوع بيختلف. زي ما طلع قال لك في حد من رجال الاعمال هيديله فيلا ب 35 مليون عشان ما فيش سيوله. انا مش فاهم ايه فيلا ديت يا جدعان. هو شغال سيلز عقارات، يعني هو راح يقدم في شركه هيشتغل سيلز عقارات فيديله بقى الفلوس فيلا. ما تفهمش يعني، يعني ده لاعب كوره عايز فلوس كاش ماني. انت مش موافق على فلوسه قول له اتكل على الله يمشي. تمام، انا مش بتكلم دلوقتي انه يجي الاهلي، انا بكلمك في حته تانية. هنروح لحته الاهلي دي كمان شويه. هو دلوقتي لاعب كوره، ايه خد فيلا دي؟ يعني ايه مثلا تقول لي لزيزو خد فيلا ب 35 مليون؟ هو مش شغال سيلز عقارات عشان هو رايح يقدم في شركه سيلز عقارات فمعناه سيوله فخد لك فيلا مشي نفسك بدل مرتب الشهر. مفيش الكلام ده. فيلا ثمنها 35 مليون، مفيش الكلام ده. وابو زيزو كان موافق على الكلام ده وبعد كده رجع اعترض على الكلام ده وطلب فلوس تانية وقصه تانية. واخر حاجه امبارح ابراهيم فايق قالها ان زيزو حط ابو زيزو حط اسم الاهلي، قال لهم الاهلي موجود. انا اتوقع ما عنديش معلومه ان اسم الاهلي اتحط ضغط على الزمالك عشان الزمالك يدفع، بس مش اكتر. ده توقعي. اسم الاهلي اتحط عشان هم عارفين اصل هو كل فتره لما بيلمع عندهم نجم الاهلي بياخده. يعني في نجم بيلمع عندهم او هم بيلمعوه خلاص تمام فبيروح يطلع الاهلي، فهم خايفين من حته ان زيزو يمشي ويروح الاهلي. فهو اما يقول لهم الاهلي فهم هيجروا بسرعه باي طريقه يجمعوا الفلوس وخد يا زيزو عشان تقعد. تمام، لكن قصه ان هو في عرض من الاهلي انا مش متوقعها بصراحه، ما عنديش معلومه. ويا الا يبقى كابتن محمود الخطيب عامل لنا مفاجاه يعني بعد الصبر بتاع الانتقالات ومش عارف ايه عامل لنا مفاجاه. زيزو انا ما زلت عند رايي زيزو لاعب جامد جدا، بس جمهور الزمالك نفخه زياده عن اللزوم. يعني هو لاعب كويس جدا ما فيش اختلاف تمام، بس جمهور الزمالك نفخه زياده عن اللزوم، بس مش اكتر. لو جه الاهلي، لو فعلا بقى الكلام ده صح وفي عرض من الاهلي وجه الاهلي، هل هيفيد الاهلي؟ اه طبعا هيفيد الاهلي. شكله هيتغير مع الاهلي؟ اه طبعا شكله هيتغير مع الاهلي. فالموضوع يختلف، بس انا توقعاتي ان هو مش هيجي الاهلي، توقعات شخصيه يعني، ما عنديش معلومه ان هو مش هيجي الاهلي، هو بس اسم الاهلي اتحط في الموضوع عشان خاطر الزمالك يدفع فلوس مش اكتر من كده. بس وده موضوع زيزو كده الخلاصه يعني. واتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وما تنساش قبل ما تخلص كده الحلقه تشترك لو مش مشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.